طيب، مساء الخير واهلا وسهلا بكم في اول لقاء في الجامعه الحره. وصراحه اشكر الاستاذه منال والاستاذ حمزه الديالي اللي هم كانوا اصحاب هذه الفكره والمبادره. وانا عجبتني الفكره كثير لانها تتيح للانسان انه يتكلم عن اي فكره هي موجوده عنده بكل اريحيه. وهذه الجامعه متاحه للكل، يعني ما هي جامعه القاب ولا هي جامعه يعني ناس معاهم دكتوراه ولا معاهم علم ولا اي حاجه. هي جامعه تتيح لك انك تعبر عن ما في داخلك، وان شاء الله تكون المبادره الاولى وبعدها تكون بعدها مبادرات يعني كثيره. ونشوف يعني ناس كثير، يعني مو شرط نعرف لا الاشكال ولا الاسماء، ولكن يعني ينقلون لنا يعني على الاقل صوتهم الداخلي او وعيهم. وزي ما انتم عارفين، زي ما قالت الجامعه اليوم حنتكلم عن موضوع هو حساس وجميل ورائع في نفس الوقت. الموضوع هذا عاده يطرح بطريقه يعني فقهيه وآراء يعني اجتهادية. أنا اليوم حتكلم في موضوع الحج لكن بطريقة أخرى، وحتحدث عن موضوع الحج اليوم لأن إحنا يعني قبل فترة يعني انتهوا الحجاج من الحج ونحن لسه ما زلنا في فترة الحج، فقلت من المناسب إنه أطرح فكرة الحج من الوجود إلى الخلود في هذه الأيام، لأنها يعني هي أيام قريبة بعد 10 ذي الحجة. فكرة الموضوع هذا يعني أنا كتبت عنه مقال فترة في الفيسبوك، وقبلها كتبت عن الموضوع هذا تقريبا أكثر من صفحة. فكرته جات من لقاء كنا جالسين في مقهى مع أصدقائي وتكلمنا عن موضوع الحج. فمن بداية سؤال ما هو معنى الحج هي كثير من المواضيع المفهومة وغير المفهومة. وبعد كده بدأت أبحث في الموضوع وعنونته بهذا العنوان: الحج من الوجود إلى الخلود. قبل ما أدخل للموضوع خلينا كده نتكلم عن قصة تعبر عن هذه الفكرة. واضح الصورة؟ بس بتأكد الصوت واضح، الصوت والصورة واضحة. جيد. طيب، فقصة الحج اللي حكيت فيه هذا الموضوع هي قصة رجل كان يبحث عن شيء اسمه الجبل المقدس. طبعا أسطورة الجبل المقدس كانت في قرية هذا الرجل، هذا الإنسان، من الأساطير العريقة والمعروفة. فعشان سمع هذه الأسطورة بشكل مستمر خافت نفسه أن تعرف أكثر عن هذه الأسطورة وهذه الفكرة. فعندما سأل أهل القرية يعني دلوه على جبل يعني يبعد مسافة بعيدة جدا، اسم هذا الجبل الجبل المقدس. وكان معروف عند أهل القرية أن من يذهب إلى الجبل المقدس لا يعود أبدا. قرر هذا الإنسان أن يمشي من القرية وأحدث في نفسه نية وعزم وإرادة وتوجه إلى الجبل المقدس. لكن في أثناء الرحلة واجهته بعض الصعوبات، منها الطريق والأكل والنوم والشرب. وفي أثناء رحلته مر على قرى كثيرة،
ومر على القرية الأولى ويعني نام عند أهلها وأكل، وسأل حكمائها عن صورة الجبل المقدس، فاستفاد من هذه اللقاءات. وبعد ذلك توجه إلى القرى الثانية والثالثة وصار يتكرر معه نفس الشيء. لكن في اللحظة الأخيرة أو في القرية الأخيرة حصل له تحول مفاجئ، إذ أن أهل القرية الأخيرة وهي بالقرب إلى الجبل المقدس قالوا لهذا الرجل: إذا أردت أن تذهب للجبل المقدس يجب أن تذهب إلى الرجل الحكيم، والرجل الحكيم سوف تجده في النهر يجلس في فوق، لكن هذا الرجل غريب الأطوار لا يتحدث مع أحد، حالته هي الصمت. فأثار لديه الفضول، فراح الرجل توجه للرجال يقول، طرق الباب، فتح الرجل العجوز الحكيم الباب وجلس عليه وقدم له الشاي ولم يتكلم أيضا. فأخذ الرجل يسأل هذا الرجل الحكيم: أين يجد الجبل المقدس؟ كيف الطريق؟ ما هو السبيل؟ فالرجل الحكيم لم يتكلم وصمت. فمن هذا الرجل وخرج. ولكن قبل أن يخرج الرجل الحكيم قال له كلمتين كانت في تحول كبير في وعي هذا الرجل. قال له: إن الجبل الذي تبحث عنه هو في داخلك ولن تجده في خارجك. وصمت وخرج. هذه الكلمة أحدثت له نوع من الوعي الشديد في نفسه، إعصار في داخله. توجه هذا الإنسان إلى الجبل المقدس، وما أن وصل إلى الجبل المقدس حيث أنه تخيل المكان مكان عظيم وهيبة وفيه من الكرامات والأشياء العجيبة. تكسرت هذه الأسطورة في لحظات، فوجد أن المكان مكانا عائدي، والجبل الذي حلم به هو جبل عائدي. فأصابه حالة من الإحباط والاكتئاب والحزن. وفي أثناء هذه الحالة أصابه نوع من النعاس فنام. وفي الرؤيا ظهر له الرجل العجوز مرة أخرى وقال له الكلمة التي جعلت له صدى في داخله: إن الجبل المقدس في داخله. فاستيقظ الرجل مرة أخرى، وبعد الاستيقاظ أصيب بحالة الفرح والنشوة والصمت. ثم في تلك اللحظات أدرك معنى الحج، أن الحج هو من وجوده الداخلي إلى خلوده الأبدي. هذه القصة البسيطة ممكن نلخصها، هي تلخص الموضوع حق الحج من الوجود إلى الخلود، ونلخصها في كلمتين: أن الحج الحقيقي والحج الواعي هو يبدأ من الداخل، ولا يمكن أن يبدأ الحج من الخارج، لأن الحج من الخارج هو نتيجة للحج إلى الداخل. هذه مقدمة لموضوع الحج من الوجود إلى الخلود. الصوت واضح لحد الآن؟ منال؟ تمام، واصلة. طبعا في بالنسبة لي طيب ممتاز، وأتمنى إن شاء الله بالنسبة للآخرين يكون. عادة هو موضوع الحج موضوع شائك ويعني كبير، ويعني موضوع يعني يحتاج له ساعات يعني طويلة وبحث طويل. لكن السؤال الأول اللي يتبادر لدى الآخرين، لدى يعني الناس الذين يتوجهون للحج اللي في مكة ولا في أي مكان،
سؤال: ما هو الحجم؟ سؤال بديهي ولكنه عميق في نفسه، لأن دائما البساطة تحمل العمق، والمعنى البسيط يحمل معنى. فما هو الحج؟ من الناحية اللغوية الحج هو القصد، والقصد هو أقرب شيء إلى النية، والنية هي أقرب شيء إلى الوعي. فيمكن أن نقول كما يقال أن الحج هو عرفة، يمكن أن نقول الحج هو نية. والنية ليس المقصود بها النية السلوكية التي هي التي نفهمها بشكل دائم، النية السلوكية، ولكن النية بالمعنى الوجودي اللي تحدثت فيه لين ماكداغري في كتابه تجربة النية، وكتابها الآخر كتاب المجال وغيره، تحدث في هذا بشكل يعني كبير وعلمي ورائع جدا عن النية وأثرها وما يعني يحصل. فالحج هو بدايته نية. ويمكن نطلق على الحج، عن مفهوم الحج، نقول الحج هو الوعي. الحج هو الصمت، والصمت أعلى حالات الحج. ممكن نقول الحج هو السلام. الحج هو أنت. الحج الذي يطرحه الناس يطرحه بطريقة فكرية، وهذا جيد. وحتى نحن لما نتكلم نقول الحج هو الوعي وهو الصمت والحب، نحن الآن نتكلم عن الحج كفكرة، لكن الحج هو دوما يعني تذكر وتذكري أنه الحج هو دوما وراء هذه الفكرة. الفكرة هي مجرد جسر لهذا المعنى. الحج هو النية، الحج هو الوعي، الحج هو الصمت، الحج هو الحب، الحج هو السلام، الحج هو. عندما نفهم الحج بهذه الطريقة يتحول عندنا منظور الحج اللي ننظر له من الناحية الطقوسية والشعرية، ويذهب إلى ناحية أخرى وجودية ذاتية. ويمكن أن نختصر الحج في تعريف جميل كتبته في مقال الحج من الوجود للخلود، وتذكر هذا التعريف: الحج هو رحلة الكينونة إلى اللانهاية. الحج هو رحلة الكينونة إلى اللانهاية، هو رحلتك ورحلتك أنت إلى اللانهاية. وهذه رحلة عظيمة وشيقة، ووجودنا هنا هو هذه الرحلة الخلودية التي الجميع يشتاق ويتوق إلى هذه الأبدية. فالحج نستطيع أيضا نأخذ من كلمة الحج اللي هو حرف حاء والجيم. الحج حب وجمال، الحج حرية وجلال. هذا بالنسبة لماهية الحج. حاولت هنا أني أحاول أخرج من الرؤية الفقهية الشعائرية إلى الرؤية الوجودية النفسية الاجتماعية. فقلنا عدة مفاهيم أكررها لأنها مهمة جدا. أيوة، نجيب الصوت طيب كده واضح.
بالنسبة لصديقك؟ واضح؟ الحج واضح؟ الحج ايه حق يا عم الحق. نعم واضح. طيب واضح، ان شاء الله يكون واضح بالنسبة لك. فنعيد بشكل بسيط ماهية الحج أو ما هو الحج، وهو السؤال البديهي. ماهية الحج؟ قلنا الحج هو الوعي، هو الصمت، هو الحب، هو الجمال. هو الحج ليس له تعريف. الحج يتجاوز الأفكار، يتجاوز الشعور، يتجاوز الجسد. الحج هو أنت. طبعا ماهية الحج تجعلنا أيضا نتساءل عن شيء جدا مهم، بما أننا يعني مسلمين وعرب في هذا العالم العربي. هل نحن فقط الذين نحج في الحياة؟ سؤال مهم. هل نحن فقط الذين نحج في الحياة؟ طبعا لا. جميع البشر وجميع الثقافات وجميع الأمم لديهم رموز، ولديهم أماكن، ولديهم أزمان، ولديهم طقوس يحجوا إليها، ويسمى هذا اليوم بالحج. فليسوا نحن الوحيدين يعني كمسلمين نحج، ولكن كل ثقافة وكل بيئة الطابع الثقافي والطابع الاجتماعي والتاريخي يؤثر على نوع هذا الحج. ومن خلال بحثي في موضوع الحج بدر سؤال ماهية إنه الناس تحج، وكل إنسان له حجه إلى مكان وزمان معين، أن الحج الذي هو الركن الخامس في الإسلام في أساسه هو حج ثقافي واجتماعي، أي أن الحج هو متأثر بثقافة هذا المجتمع. ويمكن العلماء الاجتماع وعلماء النفس يدرسوا الحج كظاهرة اجتماعية مهمة. الحج هو ظاهرة اجتماعية ثقافية من قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، وأهل الجاهلية هم يحجون ويبيتون في المزدلفة، لهم تقريبا قريب من المشاعر وبعيد عن الطقوس الإسلامية. فالحج في أساسه هو ثقافة اجتماعية انتقلت، لكن هذه الثقافة الاجتماعية تطورت إلى نوع من الوعي الجمعي الكبير، وقفزت قفزة كبيرة جدا في الوعي الجمعي. فأولى الناس الذين نقلوا هذا الوعي الجمعي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما بدأ ببناية هذا البيت العظيم هو الكعبة، والرمز الذي يحج إليه كل المسلمين. إبراهيم عليه السلام كما معروف في قصة إبراهيم أن قومه طردوه ورموه في النار بعد أن أدرك أنه لا فائدة من مكوثه في بيئة فاسدة أو سالبة أو غير واعية، قال يجب أن أرحل إلى بيئة أنقل فيها الوعي اللي أنا أدركه، ولكن أحاكي العقل الجمعي الاجتماعي. العقل الجمعي في عهد إبراهيم عليه السلام هو عقل كان يتوجه نحو الأشياء، سواء أصنام ولا أسياد ولا أسلام، وهو حتى يحاكي
إضحاك اللاوعي الجمعي أراد أن يبني رمز وهو الكعبة، ولكن ربط هذا الرمز بشيء أسمى لا يستطيع الإنسان أن يدرك هذا الشيء بعقله ولا بحسه، ولكن يستطيع أن يشعر به ويعيش هذه حالة الوعي بداخله. فبنى البيت وأذن في الناس بالحج إلى هذا البيت. طبعا إبراهيم عليه السلام كما هو معروف أنه هو الإنسان أول إنسان نقل الوعي الإلهي للحياة. من يقرأ التاريخ يجد أن الفترة الطويلة كلها اللي مر فيها التاريخ البشري مر بتطور في مفهومه ووعيه نحو مفهوم الله أو الإله. إبراهيم وصل إلى المفهوم الأسمى ونقله إلى النفس وبنى الكعبة اللي هو يعتبر الرابط، نتكلم عن الرمز وغيره، يعتبر الرابط الأساسي اللي يربط الإنسان بوعي أسمى أو وعي مطلق. تمام؟ فأنا الصوت واضح؟ الصوت واضح أستاذ منال؟ كلامي واضح؟ واضح الصوت واضح؟ واضح. طيب، فأقول حدثنا في الأول عن ماهية الحج. حاولنا أن نضفي مفهوم جديد في الحج كما هو سائد. قلنا الحج عرفة، نستطيع أن نقول أن الحج هو الوعي في الحج والصمت وسألنا سؤال ثاني: هل نحن المسلمين فقط الذي لدينا حج؟ الجواب لا، كل الناس لديهم حج. والحج طبعا هي سمة ثقافية بدأت من عهد أبونا آدم إلى من أتى بعده. فكل ثقافة وكل مجتمع يضفي طقوس وشعائر معينة، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأضفى عبادات وشعائر تختلف وترتبط بوعي أسمى يتجاوز الأشياء ويتجاوز الأفكار. طبعا هذا السؤال هذا يفتحنا على سؤال ثالث وهو المهم، الذي يعني كثير من الناس من حج يسأل هذا السؤال: طيب لماذا إذا نحج؟ طب ليش نحج نحن؟ ليش نروح الكعبة نطوف ونسعى بعد كده نبيت في منى ومزدلفة والشعائر وبعد كده نرجع ونرمي الجمرات؟ المعنى اللي نفهمه واللي نشوفه، طبعا أنا حجيت تقريبا 3 مرات وفي 2 اشتغلت فيها في الحج، فعندي تجربة. في 2 عملت كمتطوع في الحج واشتغلت في الحج، فعندي خبرة، يعني عشت تجارب كثيرة في أجواء الحج، وحقول لكم النتائج اللي توصلت لها في معنى الحج. فالمعنى اللي يفهمه من الحج إن الحج دائما لما تسأل إنه الحج لله والقصد لله، وهو يعني واجب نريد أن نتخلص منه وأن نسقطه، فقط أن نحج. طب ليش بحج؟ فقط عشان نسقط الواجب، أو الكلام العام إنه ربنا يغفر لنا وإنه توبة والكلمة. لكن لما نشاهد السلوك الجمعي في الحج واحد يتصدم. يعني أنا قبل آخر مرة الحين الحج اللي فات رحت مزدلفة ورحت يوم العيد وقابلت حجاج كثير. المواقف اللي حصلت لي في الحج في مزدلفة، جاني حاج بنغالي يشتغل هنا في السعودية. طبعا الحاج هذا جاء سؤال بريء، قال لي: أنا إيش في سوي هنا في مزدلفة؟ يعني بيسألني يقول لي: أنا ليش جاي هنا؟
يعني هو جاي دافع فلوس تعبان ومش عارف ليش بحج. فأنا قلت له، اخترت له كذا باختصار، قلت له كل ونام وبكرة روح عرف. وبعدها بفترة جوني 3 إماراتية من الإمارات. فالثلاثة الإماراتية جوني كذا باستحياء ويعني شوية خجل، فيقولوا لي عندك دخان؟ طبعا قلت لهم لا ما عندي. وهذا برضو أثار عندي تساؤل، إنه الإنسان ليش يعني الناس تيجي والسلوك اللي تحاول تتخلص منه لازم معه. وفي موقف ثاني حاج سوري إنسان كبير شايب، يعني واحدة شحاتة ضايقته، كان يعني حيفرمها فرم، يعني كان حيضرها لو ما جيت كم واحد ويعني قرعنا يعني بعدنا عن هذه الحرمة. فلما فكرت طبعا قابلت ايضا طبيب نان يعني قاعد بيحكي لي اول حج له. طبيب الاسنان بيقول لي انه لما راح عرفه انصدم بنوعيه او بالمكان الفوضى والزباله اللي موجوده والسلوك اللي قاعدين يسلكوه المسلمين في الحج. طبعا هذه يكون لها اثار عندي تساؤل، انه السلوك الجمعي اي المجموعه المسلمين في الحج كان سلوك فوضوي وسلوك يدل على التخلف. طيب فين المعنى الاساسي للحج؟ هو التغيير الداخلي او التغيير السلوكي او التغيير النفسي او تغيير الوعي في داخلك او حتى التغيير الجمعي للحج. فوجدت انه غير موجود، وانه اللي بيصير فقط نوع من اسقاط الواجب، انه خلاص انا ادي الواجب وبس، لكن اني انا اتغير هذه غير موجوده. والشيء الثاني انه بيئه الحج هي بيئه اسميها بيئه ملوثه، بيئه غير صحيه لانه الانسان يعيش فيها. ولذلك الحج في مكه هو حج صراحه يحتاج الى اعاده صياغه، لانه حد الان البيئه غير مهيئه في السعوديه، وانا اتكلم من التجربه. وثاني شيء الحج نفسه ما يحقق ولا اي معنى من معاني الحج، فلا هو يدرك الحج ولا يحقق المعنى، وايضا يعني يخسر فلوسه وجهده الجسدي والمالي وكل حاجه. طيب المعنى اللي نفهمه من الحج، لماذا نحج؟ كما ذكرنا في القصه الاولى، الحج هو رحله الكينونه الى اللا نهايه، او هي رحله الكينونه الى الداخل. فالمعنى العميق للحج الخارجي يا مكه او غيره هو أن تحج إلى داخلك. حنتكلم في هذا الموضوع الحج. فليه نحج نحن؟ نحج عشان يصير عندنا نوع من حالة الوعي الداخلي اللي تنقلنا من المستوى اللاواعي أو المستوى الحيواني إلى المستوى الإنساني. وهذه النقلة هي النقلة الأساسية في حياة أي واحد يعني يجي إلى هذا الوجود. طيب السؤال الأول والثاني والثالث يجعلنا نسأل سؤال جدا عميق: متى ابتدأت رحلة الحج في الوجود؟ رحلة الحج ابتدأت في الوجود عندما ابتدأ الانفجار الأعظم. الانفجار الأعظم كان هو الشرارة الأولى نحو الحج إلى اللانهاية. هذه الشرارة الصغيرة التي هي موجودة في داخل كل إنسان
ويجب في لحظة من اللحظات أن تنفجر هذه الشرارة لتحدث انفجارا أسمى وأعظم في داخلك كي تحج إلى المطلق، إلى الله، إلى اللانهاية. فابتدأت رحلة الحج من رحلة الكينونة الكونية اللي هي الكون والذرات والكواكب وكل شيء في الوجود، حتى حدث انفجار آخر عظيم جدا، انفجار أحدث تحول في الوعي الوجودي كله، هو انفجار وجود الإنسان في الحياة. بداية وجودنا في الحياة والانفجار الأعظم الثاني. الانفجار الأعظم الثاني ميزته انفجار بوعي، والانفجار الأول كان انفجارا بوعي أسمى. والإنسان هو الذي أدرك هذا الوعي لكن بعد ملايين السنين. وفي خلال رحلة هذا الإنسان وانفجاره في الوجود ووجوده في الحياة وخلقه في الحياة المتمثل في آدم عليه السلام، بدأت حالة الصراع الداخلي في الإنسان بين حدوده الصغيرة وتوقه الداخلي، أي رغبته الداخلية في أن يتوق إلى الأبدية أو اللانهاية. فابتدأ يبحث عن هذه الأبدية أو عن هذا المطلق في الحجر وفي الأشياء وفي الأفكار وفي الشمس وفي الناس، حتى انفجر لديه وعي جديد في 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 المطلق، أنه أدرك أن هذا المطلق ليس كمثله شيء، هذا المطلق لا يوصف، هذا المطلق لا نستطيع أن ندركه لا بالعقول ولا بالأبصار، ولكن نستطيع أن ندرك هذا المطلق بالوعي الداخلي. استمر يعني هذا الإنسان في رحلته وفي صراعه نحو الحج إلى اللانهاية بين لا وعيه وبين وعيه، بين رغباته واحتياجاته وما يبنيه عليه المجتمع، وبين كينونته أي حقيقته أي وعيه. وهذا الصراع هو أصعب صراع يمكن أن يدخل فيه الإنسان، هو الصراع الصعب الذي إما أن يجر الإنسان للهاوية أو إما أن يجعله يسبح في الوجود والحياة. بس بتأكد الصوت واضح؟ الصوت واضح للكل؟ طيب ممتاز. ومن هنا ابتدت أولى رحلات الإنسان نحو المطلق في الوجود. فكان الشخص الذي صرخ وأذن بالناس كما قلنا من قبل هو إبراهيم عليه السلام، وكل إنسان في داخله صرخة إبراهيم عليه السلام، الصرخة التي أذن في الوجود، فكل الوجود استجابا لتلك الصرخة وحج ليس نحو الكعبة والحجر، ولكن حج نحو المطلق، نحو الأسمى، نحو لا نهاية، نحو الله. فأذن بالناس في الحج فأتوه ناس من كل فج عميق، وكل إنسان في رحلته في الحج إلى الداخل سوف يدرك هذه الصرخة في لحظة من لحظات حياته. هنالك أناس يدركونها في بداية حياتهم، وهنالك أناس يدركون هذه الصرخة في نهاية حياتهم، كما أدركها فرعون عندما أصابه الغرق، قال الآن
آمنت برب العالمين. أدرك الحج في آخر لحظاته. ولذلك من الوعي أن يبدأ الإنسان رحلته إلى الحج من الآن، وأن يفجر في داخله صوت إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هذا الصوت الذي يصرخ من الداخل ليستجيب إليه كل الوجود. فهذه رحلة الحج التي ابتدأت بالانفجار الوجودي المهم، وهي من أعظم الأحداث التي حدثت في الوجود، أن الإنسان أدرك أنه موجود، وأدرك أن حجه لا ينتهي إلى الأشياء ولا إلى الثروات ولا إلى الثلاثات، ولكن حجه يبتدئ في اللحظة الذي يدرك فيها وجوده، يبتدئ في اللحظة الذي يصرخ فيها، يبتدئ في اللحظة التي تذوق نفسه بالأبدية، يبتدئ في اللحظة التي يدرك فيها هذه الكلمة وإليه يرجع الأمر كله. كما تكلم فيها العلماء أن الكون سوف يكون له حالتين، إما حالة توسع شديد وإما حالة انكماش. وكل هذه الحالتين هي تمثل حالة الحج الأكبر إلى المطلق أو إلى اللا نهاية، وإليه يرجع الأمر كله. في لحظة من اللحظات كل هذا الوجود وكل هذه الكواكب وكل هذه الذرات في لحظة من اللحظات ترجع أو تتوسع كما يقول أصحاب علم الفيزياء والكون، وإليه تصير الأمور. فالحج رحلة جميلة تبدأ من الداخل ولا تنتهي أبدا. الحج رحلة لا بداية لها ولا نهاية. بعد أن تطرقنا إلى ماهية الحج ومفهوم الحج ومتى ابتدأت رحلة الحج، وتعرفنا أن رحلة الحج ابتدأت ليس من الثقافة الاجتماعية وليس من ظهور الديانات والأنبياء، ولكن ابتدأت رحلة الحج من أول انفجار في الوجود الذي أدركه الإنسان وسماه الانفجار الأعظم، هذا الانفجار الذي خلق بعده كل شيء، الذرات والأكسجين والهيدروجين والأرض والسماوات كل شيء. والانفجار الثاني هو وجود وتواجد هذا الإنسان في الوجود. هذا جعلنا أيضا نتطرق إلى موضوع جدا مهم، وهو موضوع شائك وراء في نفس الوقت، عن ما هي أو ما دلالات رموز الحج. نحن نعرف كمسلمين أنه الكعبة ترمز إلى شيء، والسعي يرمز إلى شيء، ومقام إبراهيم يرمز إلى شيء، ومزدلفة وعرفة والشعائر كلها ترمز إلى شيء. ويجب أن نسأل في كل شيء عن ماهية هذه الرموز، لأنه كما قيل من لم يشك لم يعرف، ومن لم يعرف لم يتيقن. بداية أي شيء هو التساؤل عن ماهية هذا الشيء. فما هي رموز الحج؟ كل رموز الحج، خلينا نرسم خارطة، خليكم معي هذه الخارطة وتخيلوها. الآن الكعبة اعتبروها هي المصدر أو هي الأبدية أو هي اللا نهاية، حلو؟ وهذه الأبدية لها حركة، سعي، نعتبر السعي هي الحياة. والسعي هذا أيضا له علاقة في محطات الحياة، نعتبر أن هذه المحطات هي مزدلفة وعرفة ومنى. وهذه المحطات حتواجه في خلال رحلة الحياة بعض العقبات،
ولذلك نقول أن هناك مصدر أو طاقة أو قوة عليا نأتي من خلالها ثم نترك الحياة كرحلة دائرية ثم نعود إلى هذا المصدر، كما يحدث في رحلة الحج لمن حج أو لمن ذهب إلى الحج أو عمرة. فكل رموز الحج هي ترمز إلى طريق العودة إلى الأبدية وإلى الخلود، كما هو عنوان الحج من الخلود، من الوجود إلى الخلود. الحج كل رموز الحج، الكعبة والسعي والطواف ومزدلفة ومنى، كلها ترمز إلى طريق العودة إلى الأبدية والخلود. وطريق العودة هو تذكر صاحبنا صاحب الجبل المقدس إنه لما راح للحكيم قال: إذا أردت أن تذهب إلى الجبل المقدس لا تذهب بعيد، فإن الجبل المقدس في داخلك. فطريق العودة إلى الأبدية هو في داخلك، ولا يوجد طريق آخر. هنالك إشارات، الكعبة هي إشارة إلى طريق الأبدية، السعي هو إشارة إلى طريق الأبدية، الصفا والمروة كلها والشعائر والصلاة والحج والصوم كلها إشارة. والإشارات هذه مهمة في الحياة، لكن تذكر أنك أنت الطريق، وأن الإشارات مجرد ومضاد في حياتك، ولن يعرف هذا الطريق إلا أنت بالبحث والمعرفة والعلم. طيب إلى ماذا ترمز الكعبة؟ الكعبة ترمز باختصار إلى محور حياتك ومحور حياتك. اسأل هذا السؤال دائما: ما هو محور حياتي؟ حيكون حاجتين، إما نحو الممتلكات وإما نحو الإدراكات. إن كان نحو الممتلكات حيكون سيارة، أفكار، فلوس، عمل، ممتلكات ما نمتلكه. أو نحو عالم الإدراكات، هو عالم الداخل والنفس والوعي. فتذكر ما هو محور حياتك. رمز الكعبة الذي يطوف المسلمين حوله 7 مرات له أيضا فلسفات أخرى، ولكن الرمز الذي أفهمه منه أنه ما هو محور حياتك. فإن كان محور حياتك ممتلكات فتنبه، اجعل هذه الممتلكات للاستخدام للعيش، وليس أن تمتلك هذه الممتلكات أو تعبر عنك. وهناك إدراكات الذي هو عالم النفس الذي تنطلق منه للعيش في الممتلكات. فتذكر هذه العبارة أنت، وتذكري هذه العبارة: أنت ما تدركه لست ما تملكه. لأنه حقيقة وجودك في الحياة هو إدراكك لمعنى وجودك، هو اليقظة الداخلية، هو الوعي الذي يحدث في داخلك. فبعد أن نتحرك من هذا الرمز الذي هو محور حياتك، والذي يجب أن تعرف ما هو محور حياتك، هل هو شيء خارجي أم داخلي. فإن كان شيء خارجي فحوله إلى الداخل وانطلق من الداخل إلى الخارج، وإن كان داخلي تستمر في النمو والارتقاء. هذا الرمز الكعبة يحولنا إلى منطقة ثانية اللي هي السعي. وهذا السعي يأتي بعد الطواف الذي يقول ما هو محور حياتك، أي ما تدركه، ما تستعيه، ما يتيقظ في داخلك. الشيء الثاني السعي اللي هو السعي بين الصفا والمروة، ذهابا وإيابا 7 مرات. اسأل نفسك نفس السؤال: هل سعي في الحياة من الداخل إلى الخارج أم سعي في الحياة من الخارج إلى الداخل؟ هل سعي في الحياة من الداخل إلى الخارج أم سعي في الحياة من الخارج إلى الداخل؟
وأصعب معادلة وجودية في الحياة، وكثير من المجتمعات تعاني منها، هو تعيش الحياة. سعي في الحياة سوف نتكلم عنه إن شاء الله لاحقا. قبل أيضا ننتقل السعي، رمز مقام إبراهيم وهاجر في السعي وإسماعيل وزمزم. مقام إبراهيم يرمز إلى الثورة والتمرد على اللاوعي النفسي واللاوعي الجمعي. رمز إبراهيم يرمز إلى أن يكون الإنسان مقامه دوما نحو الأبدية، إلى أن يكون محوره ومحور وجوده في الداخل هو المطلق، لأن المطلق هو يمثل الحالة الأسمى في داخل الإنسان. فإبراهيم يرمز ثورة والتمرد على اللاوعي النفسي واللاوعي الجمعي، لأن الإنسان عندما تصرخ فيه حالة اليقظة والوعي داخله، تبدأ حالة من الوعي ومن النظر للحياة ومن النظر من الداخل إلى الخارج، ثم يبدأ يكسر جميع الأصنام والأحجار المتواجدة في داخله كي يكون هو نفسه ولا يكون الآخرين أو مجتمع. هاجر ترمز لنا هاجر برمز التحول من الرفق والعبودية الداخلية إلى الحرية. نحن كما نعرف أن هاجر هي من السمر، هو رمز آخر إلى أن لا فرق بين اللون والشكل، وأن المرأة تستطيع أن تحدث تحولا وتغييرا في هذه الحياة، وأن وجودها في المجتمع هو وجود أساسي وضروري، وبدونها لم يكن إسماعيل ولا إبراهيم ولا محمد. فهاجر ترمز للتحول من العبودية إلى الحرية، وإسماعيل يرمز إلى الوعي والإرادة والقوة والتعاون. فالسعي بعد أن يحدد الإنسان محور حياته فهو يسعى من خلال هذا المحور، وعندما يسعى في الحياة سوف يقابل أشياء كثيرة وتحولات كثيرة. السعي في الحياة حينقلنا إلى منطقة مزدلفة ومنى وعرفة. هذه المنطقة الترميزية مهمة التي ترمز إلى أشياء كثيرة. فعرفة ترمز إلى العلم والمعرفة، والمشاعر اللي هي مزدلفة ترمز إلى الشعور والإدراك والوعي، ومنى رمز الصفاء والتسامح والحب. في أثناء رحلتك في الحياة يجب أن تأخذ بهذه الثلاثة أمور: المعرفة والوعي والحب. لكن في أثناء السعي في الحياة حتواجهك ثلاثة عقبات اللي نحن نسميها في الحج العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. بس بتأكد الصوت واضح، اللي معايا الصوت واضح؟ أستاذ منال معايا ولا شكلكم نمتوا؟ لا يكون نمت يا منال. الصورة واضحة؟ طيب تمام جدا واضح، حلو. طيب أنا صراحة يعني ودي يكون في تفاعل، هو إن شاء الله يكون في كونكشن بيننا يعني عميق، لكن أتمنى يكون في أخذ وعطاء. لكن إن شاء الله بعد ما ننتهي الموضوع أتمنى إنه اللي موجودين يعني يطرحوا أي سؤال ما في.
فبعد ما يعني أدركنا معنى رمز الكعبة ورمز السعي ورمز المشاعر منى ومزدلفة وعرفات، لازم ندرك معنى إنه في الحياة حتواجهك 3 عقبات. هذه ال3 العقبات هي حتواجهك بشكل مستمر. العقبة الأولى اللي هي يسميها الجمرة الصغرى، اللي المسلمين ياخذوا 7 حجرات ويرموها على الشيطان. هنتكلم على الشيطان دحين، من هو الشيطان؟ ال3 عقبات اللي هو نسميه الشيطان الأصغر والشيطان الأوسط والشيطان الأكبر. الشيطان الأصغر اللي هي العقبة الأولى، اللي هي أنت ذاتك متمثلة في الجسم والأفكار والمشاعر واللاوعي. أول عقبة هذه لازم تخلص منها، وبدون هذه العقبة لا تستطيع أن تتجاوز ولا تستطيع أن تحج ولا تستطيع أن تفعل أي شيء في الحياة. وهو الشيطان الأصغر كرمز. الشيطان يعني كرمز هو يدل على الطاقات الموجودة في داخل الإنسان، سواء الطاقات الشر، والملائكة تدل، أو الحاجات النورانية تدل على طاقات الخير. فالشيطان ما نقول في داخله، لكن هو يرمز إلى أن هذه الطاقة الداخلية يجب أن تخرج بشكل طبيعي وسليم. العقبات الداخلية في داخلك يجب أن تتفرغ وتخرج بشكل سليم. العقبة الأولى هي أنت، تذكر هذا الشيء. و7 العقبات هي الأفكار والمشاعر واللاوعي، كل السلبيات يجب أن تخرجها وترميها إلى الخارج. العقبة الثانية هو المجتمع، لأن الذي صنع العقبة الأولى هو المجتمع. فمن صنع اللاوعي، ومن صنع فكرتك عن نفسك، ومن صنع أنك أنت شيء، أي أنك أنت ما تملك ليس ما تدرك، هو مجتمع. فتخلص منه في داخلك، وهو عقبة ليست سهلة، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وعي، وتحتاج إلى إدراك، وتحتاج إلى يعني حاجات كثيرة حتى تزيل هذا الغبار، أو تزيل هذا الغبار اللي متواجد عندنا. فالمجتمع العقبة الثانية. المجتمع طبعا متمثل بكل المؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية لين توصل لأعلى رأس. العقبة الثالثة وهي كما نسميها العالم أو المجتمع الأكبر، نسميه الشيطان الأكبر. من هو المجتمع الأكبر اللي قاعد بيصدر ثقافته وعنده قوة وعنده اقتصاد نقول إنه هو المجتمع الغربي. المجتمع الغربي هو مجتمع كما فتحنا على الحداثة والعظمة، أيضا هو مجتمع أو ثقافة تجعلنا يعني كعقبة في أن نتواصل مع دواخلنا بشكل مستمر. فمتمثل هذه الثقافة بالاستهلاك الجشع، ومتمثلة بالتشييع الإنسان، أي تحول من إنسان إلى شيء، ومتمثلة في العولمة وحاجات كثيرة جدا. وهي بعض الأحيان هي بقدر ما العولمة والحداثة هي فتوحات، أيضا هي تسبب عقبات للإنسان. فالعقبة الثالثة هي العالم أو المجتمع الكبير الذي يجب أن نتخلص أولا منهم داخلنا، ثم بعد ذلك نتعامل معه بشكل سليم، نأخذ منهم الشيء الجيد والممتاز والرائع الذي يجعلنا ننمو ونبقى بشكل واحد. فخلينا نتذكر المحور اللي هو الكعبة، بعدين السعي في الحياة، وتذكرنا إبراهيم وهاجر وإسماعيل، بعدين منى والمشاعر ومزدلفة هي المحطات اللي حتمر فيها في حياتك، حتمر فيها في حياتك، اللي هي محطة الشعور والإدراك والمعرفة والعلم والوعي. وهذه المحطات حتمر ب3 عقبات اللي هي أنت والمجتمع أو المجتمع الأكبر أو العالم.
تخلصك من الثلاث العقبات أنت والمجتمع والعالم حيفتحك على مساحة أو حيفتحك على مساحة وعي جديدة، بعد رابع يخرجك من الثلاث العقبات، يفتحك على بعد رابع. ممكن أن نسمي هذا البعد الرابع هو الوعي. والبعد الرابع هذا الذي هو من أجل كل هذه المسائل وكل هذه الحياة، من أجل هذا البعد الوعي. كما قلنا في البداية، الحج هو رحلة الكينونة إلى الله. الحج هو الوعي، الحج هو الحب، الحج هو السلام، الحج هو كل شيء، هو رحلتك. الحج يبدأ في اللحظة التي تدرك فيها وجودك وتتخلص من عقباتك الداخلية. فبعد أن يتخلص الإنسان من ثلاث العقبات ويسعى في الحياة، يتجلى له بعد رابع الذي تحدث عنه، وهو بعد المطلق أو الله. وهذا البعد لن يتجلى من الخارج ولن يتجلى من الحركات الخارجية، ولكن سوف يتجلى فقط من الداخل، لأن لن نستطيع أن ندرك هذا البعد إلا في داخلنا. فنحن في دائرة في سعي في الحياة حتى نصل إلى اللانهاية أو إلى. أبغى أتأكد بس واضح الصوت. أستاذ منال. طيب ممتاز. طيب في تقريبا 5 دقائق ناخذ ونختم هذا اللقاء. نقول إنه الحج كما يقول علي شريعتي في كتابه الحج الخامس أو الحج الركن الخامس، يقول الحج في جوهره عملية ارتقاء الإنسان نحو الله. والحج عبارة عن مسرح تعيد فيه ذاكرة الإنسان إلى الوعي. طيب كما يقول أيضا علي شريعتي في الحج، كل واحد يفنى ذاته ويأخذ شكلا جديدا، هو شكل الإنسان كما خلقه الله. طيب نحن نأتي النقطة الأخيرة وهي أبعاد الحج. أتمنى أنه يعني ما حد شخر ولا حد نام ولا حد سبح، لأن صراحة يعني ما أدري قديش يعني انتباهكم وتفاعلكم، لكن أنا حاول بقدر المستطاع أني أوصل تجربة الوعي اللي جربتها في الحج. طيب نجي للشيء الأخير، هل للحج أبعاد؟ هل للحج دورات في الحياة؟ ما هي أبعاد؟ نختم بهذا الشيء، بعد كده اللي حاب يسأل أسئلة. طيب أنا ما أعرف كم لي الآن، كم لي فترة، كم دقيقة الآن؟ طب خلاص يعني حنقفل على الموضوع باقي شوية. طيب للحج أبعاد وللحج دورات. الحج له 3 أبعاد. البعد الأول الحج الذات، والبعد الثاني الحج في الحياة، والبعد الثالث الحج إلى الله. هذه 3 أبعاد تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى يعني لقاء ثاني إن شاء الله، ولكن أختم في هذا اللقاء الجميل يعني، واللقاء الأول واللي أتمنى أن يكون في الجامعة الحرة يعني
يعني اللي حضروا أو اللي يعني في بالهم أفكار كثيرة أنهم يطرحوا هذه الأفكار بكل سهولة وجرأة، وترى يعني القضية حلوة، يعني ما فيها أي خوف ولا أي حاجة. الجامعة الحرة يعني بتساعدنا إنه نبدأ نتكلم عن أفكارنا بكل سهولة. فأنا أختم هذا اللقاء الجميل وأقول إنه الحج كله يدور حول عدة مفاهيم: الحج إلى الذات، وحول الحج في الحياة، وحول الحج إلى الله. الحج هي رحلة الكينونة نحو المطلق، هي الرحلة الحقيقية التي لا ولادة فيها ولا موت. أشكركم يعني على استماعكم، ويعني سامحوني على الإطالة. أي أحد عنده استفسار أو أي حاجة ممكن يتفضل يسأل أستاذة منال، وإن شاء الله إذا في لقاء ثاني ممكن أتكلم فيه. إن شاء الله بإذن الله إذا جت في لقاء ثاني أكلمك. أي أحد عنده أي سؤال استفسار؟ الحين تقريبا لنا ساعة نحن. أي خلاص. طيب كذا يكون يعني انتهينا من أول لقاء، وأي أحد إذا عنده استفسار ولا سؤال ممكن يتواصل مع الأستاذة منال. وأشكر الجميع. خلاص نقفل كده. سوي ستوب يا اسطى.